السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا مساء الجمال على الحاجات التحفة القمر الجميلة دي، ايه رأيكم كده بقى؟ صينية كنافة كده بالمانجا، حاجة كده قمر، حاجة كده يعني تقولوا دي بقى اللي يتقال لها يا جماله. يا تكاتو، قولوا بقى زي ما تقولوا، يعني حاجة كده قمر، الشكل يتحدث عن نفسه. طبعا كده بمناسبة ان احنا في موسم المانجا، طبعا ما نفوتوش كده من غير الكنافة بالمانجا، دي اساسي يعني، حاجة كده قمر كده. عشاق بقى الكنافة بالمانجا يجوا هنا بقى نشوف ايه المقادير كده، ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. بس قبل كل حاجة كلنا نسمي الله ونصلي على الحبيب كده عشان نلم حسنات كتير. وما تنسونيش كده في دعوة حلوة من قلبكم، ولايك واشتراك كده يعني من ايديكم الحلوة كده. معايا طبعا كده ده نص كيلو كنافة، كان في الفريزر وكده. طلعته، كان في الفريزر، طلعته كده كسرته، يعني نكسره كده حلو كده، لازم تكسري بصي، يعني لازم كده تطلعي روحه كده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بنكسر فيه لحد ما نلاقي، بصوا يعني ما عادش فيه حاجه خالص. بس بصوا هو ما كانش، يعني الحقيقه هو ما كانش عامل قوي، لان انا سبته، طلعته من الفريزر وسبته وفك شويه، ما مكسر يعني، ما بداتش اكسر فيه على طول. بس انت بقى ما تسيبوهوش، طلعيه من الفريزر كسريه على طول. لحد ما تلاقيها خلاص كده ما عادش فيها اي يعني حتت او قطع كبيره كده، يبقى كده زي الفل. وطبعا معايا هنا بقى ايه، كوبايه كده سمنه. يا سلام بقى لو كوبايه سمنه بلدي بقى، او مثلا يعني نص سمنه بلدي ونص سمنه اللي هي العادي الهولندي دي، يبقى زي الفل. طبعا ما اقولكوش على السمنه البلدي في الحلويات او في الكنافه يا جماعه عامه يعني. طبعا بقى ايه، بنبس كده الكنافه كده بالسمنه كويس جدا، لحد ما بصوا كلها كده تبقى يعني ايه، اتبست بالسمنه زي ما انتم شايفين كده. متنسونيش كده يعني بلايك كده من حلو من ايديكم، بالله عليكم كده يا جماعه، عشان يعني نكبر مع بعض ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، طبعا بسناها كويس، وطبعا حطيتها بقى، بص ممكن تحطيها في الفرن، فرن البوتاجاز، تهديه خالص وتحطها كده يعني لحد ما تاخد لون من فوق ومن تحت. ممكن تحطها على عين البوتاجاز وتقلبي فيها، انا حطيتها على عين البوتاجاز يعني، وقعدت اقلب فيها كده. وطبعا عملنا الشربات وحطيناه على النار. وطبعا بقى هنبدأ ايه، نشتغل في الكريم شانتيه بقى، الكريمه اللي هنحشي بيها الكنافه برضو. الشربات طبعا زي ما انتوا عارفين ان المية بتبقى قد السكر. معايا كوباية ونص سكر، كوباية ونص مية، وحطيتهم على النار. وجيت بقى هنا ايه، نشتغل في الكريم شانتيه. دي معايا كوباية كريم شانتيه كده وكوباية مية متلجة، نضربهم كويس كده بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده، لحد ما بصوا لحد ما ده يكون قوام يعني، لحد ما تلاقوا ان هو خلاص ما عادش بيسيب كده. بس هي طبعا عشان الجو حر وكده، فطبعا الكريمه بتبقى سايحه. فانا خدتها حطيتها في التلاجة كده شويه، لحد ما طبعا خلصت الكنافه وجيت اشتغل طلعته بقى. شايفين بقى الكنافه كده، حمرتها على البوتاجاز زي ما قلت لكم، لحد ما بقى خدت اللون الجميل التحفه ده. بيكون الشربات كمان معايا هنا جاهز وبقى تمام. بنبدأ بقى كده ان احنا نحط الايه، الشربات على الكنافة، نقلب كده كويس، نقلب كده الكنافة كده مع الشربات لحد ما نلاقي الكنافة كده شربت كل الشربات اللي معانا. نبدأ بقى ايه، طبعا نجيب الصينية، حابة تعمليها كاسات زي الفل، ممكن تعملي الكاسات برضو زي الفل وقمر، وكل واحد ياخد الكاس بتاعه كده يخلصه يعني، طبعا انت براحتك يعني. بس انا ايه، عملتها كده المرة دي في صينية يعني. هو ده بيبقى نفس يعني، يعني ما بيفرقش عن ده حاجة، بس يعني ايه، هي بس أذواق زي ما قلت لكم يعني. ونحط بقى ايه طبقة الكنافة كده. معايا طبعا الحشو ده المانجا اهي، أساسي يعني. مانجا بقى حابة تقطعيها طرنشات زي الفل، طرنشات رفيعة كده. حابة تقطعيها مكعبات زي ما انا مقطعها كده برضو زي الفل. طبعا حطيت أول طبقة كده من الكنافة وسويتها كويس. وهنبدأ ننزل بقى بالكريمة كده. حاولي بقى بالراحة وانت بتفردي الكريمة، لان طبعا آم، شايفين بالكنافة يعني بتعمل مع يعني مش عارفة افرد ما كنتش عارفة اتحكم كويس في الكريمة، هي سايحة، وكمان الكنافة يعني بتيجي مع الكريمة كده.
فواحده واحده كده. بصوا معلش بقى، ولا التليفون هنا ما كانش بيصور، والله انا فكرته بيصور. بس انا حطيت طبقه الكريمه وطبقه الكنافه، طبقه الكريمه وطبقه المانجا، وبعدين حطيت الطبقه التانية بقى ايه من الكنافه زي ما انتم شايفين كده، الطبقه اللي هي الاخيره بقى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الحبيب كده يا بنات، واذكروا الله. لا حول ولا قوه الا بالله. زي ما انتم شايفين كده، بنحط كل الطبقة الكنافة اللي باقية معانا، يعني ايه بنحاول بقى ان احنا يعني نظبطها كده كويس لحد يعني زي ما انتم شايفين كده، نسويها كده خالص كده، وما نخليش فيها يعني اي حاجة كده طالعة ولا نازلة ولا اي حاجة. هي الصينية دي كانت يعني كانت كبيرة شوية، وهي كانت ممكن كانت تاخد كيلو الا ربع من الكنافة مثلا. نبدأ بقى بعد ما سوينا كل الكنافة كده، نحط بقى الكريمة اللي باقية معانا، وبرضو نسويها كده بالراحة خالص كده. زي ما قلت لكم شايفين الكريمة سايحة ازاي، لان الجو حر طبعا. ما تفوتوش بقى المانجا يا جماعة، احنا في موسم المانجا، هي اي نعم غالية، واي نعم يعني الله المستعان، بس هنعمل ايه يعني، ربنا يرحمنا برحمته يا رب. بعد طبعا ما سوينا الكريمة كده، بنزل بقى بطبقة المانجا برضو، الطبقة الأخيرة بقى المانجا. طبعا المانجا دي يا جماعة العشق، يعني العشق بتاع الكل طبعا، مفيش حد ما بيحبش المانجا، واعتقد مفيش حد ما بيحبش الكنافة بالمانجا. حاول كده بقى نظبط كده الشكل النهائي طبعا يعني عشان طبعا الشكل بيفرق طبعا، العين بتاكل قبل البق. هنا بقى بعد ما ايه ظبطنا كل الكنائل بتاع المانجا كده، معايا هنا بقى ايه كيس جيلي، كيس جيلي مانجا برضو. طبعا كلنا بنعرف نعمل الجيلي، دوبته كده ويعني عملته، وطبعا ايه بنحطه كده على الوش كده. بس هو للأمانة يا جماعة أنا محبتش الجيلي عليها، مش عارفة يعني، هي من غير الجيلي كانت بتبقى قمر كده وحلوة. الجيلي مخلاها معايا الكنافة بقت يعني طرية شوية كده. بس هو طبعا الشكل يتحدث عن نفسه، حاجة كده قمر، وطبعا أذواق. حابة تحط جيلي زي الفل، هو مش وحش برضو، بس يعني أنا محبتهوش للأمان. شايفين بقى ايه رأيكم بقى؟ حاجة كده قمر، حاجة كده لوز، حاجة كده عايزة بس تقومي كده يعني تسمي الله وتعملي كده صينية كنافة بالمانجا كده قمر زي دي كده. اعمليها بطريقتي هتعجبك جدا جدا، وهتدعيلي ان شاء الله. شايفين حاجة والله العظيم قمر. متنسونيش بقى بدعوة حلوة كده من قلبكم، ما تنسونيش بلايك كده واشتراك وكومنت حلو كده منكم. بحبكم جدا جدا في الله. مع السلامة.